انا دابا غادي نربح الفلوس من اليوتيوب وغادي نربح الفلوس كذلك من الفيسبوك، ولكن السؤال انا غادي نضرب تماره وبقى نشر الفيديوهات ونجمع هاد الفلوس باش يقطعوا لي منها 30%، وبعباره اخرى غتبقى لي 70%. انا غادي نضرب تماره على هاد 100 باش يعطوني فيها 70 درهم. طبعا ديك 70 درهم اللي بقات غادي تدخل البنك من البنوك المغربيه وغادي يقطعوا لي نسبه. الحاج قسمه يعني بحال مسخر. السلام عليكم، معكم هشام العروج. طبعا الا كنتي مهتم بالمفيد خفان زربان مرحبا بك عندي في القناه. وطبعا الا بغيتو خدمات ديال شروط اليوتيوب ولا حسابات ديال الفيسبوك محققين الدخل، النمره ديال التليفون كاينه في الوصف ديال هذا الفيديو. مادام راك تتفرج فيها كون على يقين انك باغي تربح الفلوس في اليوتيوب عن طريق المشاهدات، ولا باغي تربح الفلوس في الفيسبوك عن طريق المشاهدات. ولكن قبل ما ندخلوا للموضوع غير باش نفرقوا، راه كاين الفرق بين الارباح ديال اليوتيوب اللي عندها علاقه مع جوجل ادسنس والارباح ديال الفيسبوك اللي عندها علاقه مع الفيسبوك نيت اللي تسمى ميتا. يعني الشركه اللي تربح منها الفلوس في اليوتيوب راه ماشي هي الشركه اللي تربح فيها في الفيسبوك. هذا فقنت وهذا قنت. الفيسبوك واليوتيوب كل واحد له الاقتطاعات ديالو وكل واحد له العقوبات ديالو. لهذا غادي نبغيكم تركزوا معايا مزيان في هذا الفيديو باش ما ترتكبوش شي اغلاط اللي تقدروا تندموا عليها. نبداو بالاقتطاعات والمشاكل ديال الفيسبوك. كاينين في 3 المراحل. اول نقطه نقولوا اسيدي انت تضرب الملاير، ما هضروش كاع على 500 الف دولار 2000 دولار، انت تضرب الملاير. واش الفيسبوك غادي يقطع عليك شي حاجه؟ الا عمرتي الاستماره ديال الضرائب اللي في الفيسبوك عمرتيها بداكشي اللي هو صحيح، وكنتي في اي بلاصه في العالم ما عدا امريكا، يعني كنتي في المغرب، كنتي في تونس، كنتي في موزمبيق، كنتي في تنزانيا، فيما كنتي، دوك الارباح اللي عندك في الفيسبوك وانت معمر الاستماره ديالك هما اللي غيصيفطوهم لك وما غيقطعوا لك هكا. الحاله الثانيه، انا في المغرب مثلا وما عمرش الاستماره ديال الضرائب ديالي في الفيسبوك ودخلنا سيدي 1000 دولار ولا 500 دولار ولا يعملها حتى 20 دولار، ما غاديش يصيفطوا لك فلوسك حتى تعمر الاستماره وتيبقاو معلقين. ونقولوا ان الفيسبوك صفط لك الفلوس بالغلط، يعني هذيك 100 دولار ديالك صفطها لك بالغلط وشد الطريق ديالها للبنكه ديالك. فهنا المصالح الضريبيه ديال الولايات المتحده تتفرض على الفيسبوك ان غتقطع لك ما بين 24 حتى 30%، يعني غادي تاكل لك نقولوا في 1000 دولار تقدر تمشي لك حتى ل 200 دولار. المرحله الثالثه في حاله الا ما عمرتيش الاستماره ديال الضرائب ديالك، الارباح ديالك تيوقفوا، يعني ما غاديش تشدوا وتيوقفوا لك الاعلانات، يوقفوا لك كل شيء حتى تمشي تعمر الاستماره ديال الضرائب وتدير اعاده النظر او تترسل لهم الطلب. عاد ديك الساعه تيعاودوا يقبلوا لك تحقيق الربح في الفيسبوك. اذا كنتي تتربح في الفيسبوك وملي توصل ديك 1000 درهم وبغيتي توصل لك 1000 درهم بدون اقتطاع، عمر الاستماره ديال الضرائب ديالك، لانك تتعرض ان الارباح ديالك توقفوا ولا تتعرض ان الاعلانات ديالك ما باقيش يبانوا. الربح من اليوتيوب عنده 4 النقاط. الاولى عند اليوتيوب وهي انها تتقطع لك 30% من الارباح اللي تيجيو من المشاهدات ديال الولايات المتحده. بمعنى انا اللي عندي قناه وتفرجوا فيها مثلا 100 واحد كلها من امريكان، فهاد 100 واحد الارباح ديالهم كامله غادي تدخل لي منها 30%. الحاجه الثانيه وهي انا غادي يكون معفي من ديك 30%. كيفاش؟ فانا الا بغيت نتعفى من 30% ديال الاقتطاعات ديال المشاهدات من الولايات المتحده وتولي عندي ما بين 0% حتى ل 15، خصني نعمر واحد الاستماره ديال الضرائب. الا كان البلاد ديالي داير معاهده مع الولايات المتحده، وطبعا المغرب راه دايره معاهده معها، وطبعا الارباح تيكون ما بين 0 فعلا حتى ل 10% تقريبا. وإلا بغيتي تعرف الدول اللي دايره معاهده مع الولايات المتحده فراه الرابط غنخلي لكم في الوصف ديال الفيديو، غادي تدخلي وغادي تلاقى المعلومات والتفاصيل على الدول اللي دايره معاهده. المهم المغرب راه دايره معاهده معها. الحاجه الثالثه هو انك الا كنتي ساكن في الولايات المتحده الامريكيه او كنتي مقيم فيها، فهنايا تعطيوك تعمر هذه الاستماره هذه ديالهم وما تيقطعوا لكش والو، يعني الفلوس ديالك تيجيو من جوجل تما ما تيتقطعوش. ولكن الا وصلت تما العمليه كي تتكون الله اعلم واش يحسبوا لكم السنه داكشي الضرائب ديال امريكان بوحدها. ولكن تنهضر لك انا على الارباح اللي تتجي من المشاهدات ديال الولايات المتحده وانت كيف امريكان ما تيقطعوا لك والو الا عمرتي هذه الاستمارات. الحاجه الرابعه واللي خايبه وهي انك ما تعمرش كاع الاستماره ديال الضرائب وتقول ازيدون انا ما تيجونيش المشاهدات الولايات المتحده، صافي ما كايناش نعمر انا مع المغاربه اللي متبعيني. فهنا اش تدير الادسنس اللي تحط فيها الفلوس ديالك ديال اليوتيوب. هنا ملي تتشوفك انت ما عمرتيش الاستماره ديال الضرائب تتقطع لك 24% من الارباح كلهم، يعني انت صورتهم غير من المغاربه
ما عندك غرام الميريكان صورتي معاه مثلا نقولوا سيدي $1000 غادي يحيدوا لك فيها 24% في كل يعني غادي تحيد. لهذا تنقول لكم الا بغيتوا فلوسكم يوصلوا كما هما فانتم خصكم تعمروا الاستماره ديال الضرائب باش كلشي فيكم يتوصل بالامانه كما هي. وهذا الخير اللي عطا الله. طبعا الا وصلتي حتى لهنا خبرني في الفيديو باللي وصلتي وبشرى لك. اللهم يسر. السلام عليكم.